اوهايو ميناسان، كيف حالكم جميعا؟ جينا النهاردة في فيديو نتكلم على برنامج فيتيوب ستوديو، ولكن بخصوص المشاكل اللي بنقابلها فيه. احد المشاكل اللي بتواجهنا هنناقشها النهاردة في الفيديو ده، هيكون الجزء الاول منه. انا بدخل لبرنامج فيتيوب ستوديو بس الكاميرا مش شغالة، مفيش اي حاجة شغالة جوه الشخصية ولا كأنها شايفاني بمعنى اصح. طب ازاي نعالج الموضوع ده؟ اول حاجة احنا لازم نعطل التطبيق الاذونات اللازمة عشان خاطر يفتح. فانا بفتحه اول مرة، يعني انا محملاه خلاص، دي اول مرة انا محملاه فيه. هفتح الابليكيشن بكل بساطة. اي اذونات الابليكيشن يطلبها مني لازم اديها له. الكاميرا، الصوت، التخزين. اول حاجة كده هو عايز مني ايه؟ التخزين. اديله التخزين. يعني ما تخافش من حاجة زي دي، اصل انت لو ما اديتلوش مش هيشتغل معاك. بعد كده الكاميرا، اديله الكاميرا، ما تسيبوش عايز اي حاجة عشان مش هيشتغل معاك لو ما اديتلوش. برضو لسه هتيجي واحدة كمان اللي هي التالتة الخاصة بالصوت. يبقى في 3 اذونات لازم تديها للابليكيشن اول ما تفتحه في البداية. كده دي اخر واحدة، سماح على طول. يبقى كده في 3 اذونات اساسيين لازم تكون متأكد انك ضاغط عليهم. فلنفترض مثلا الابليكيشن فتحته لاول مرة، اي حاجة تجيلك اضغط عليه اوكي. في البداية حاجة تضغط على اوكي، ولو رسالة مش عايز تشوفها اضغط عليها دونت شو اجين اللي موجودة العلامة دي، ولكن مفيش مشكلة. التطبيق ممكن يبقى بيهنج معاك في البداية عشان الموبايل ضعيف. انا مدركة انا موبايلي ضعيف على فكرة، رمته 2 جيجا يعني بالعافية يعني شغال. فانا جاي اوريكم المشاكل اللي بتواجهني انا شخصيا وبحلها ازاي. فخلينا نختار شخصية كاركتر، وليكن مثلا القطة دي اسمها هيجي. بالراحة احنا معاها بالراحة مفيش مشكلة. وبعد كده نضغط على اوكي. لو عايز انك تقرأ الرسالة دي اقرأها، ولكن فيما معناها ان الشخصيات، في شخصيات بتتكسر. يعني ايه بتتكسر؟ يعني بيكون صعب ان هي تشتغل عشان هي تقيلة على الجهاز. هنتكلم عليه بعدين. شفتوا انا اول مرة رفعتها اشتغلت معايا اهو، يمين وشمال شغالة معايا الكاركتر. ليه؟ لان اعطيت الاذونات، ما ظبطتش حاجة في اعدادات الكاميرا، ما عملتش اي حاجة. انا لسه فاتحة التطبيق معاك اهو، ولا اي حاجة، بس الاذونات اللي اعطيتها في الاول واداء الكاركتر شغالة مفيش فيها اي مشكلة نهائية. دي ابسط حاجة. يعني احنا هنا حاليا اخترنا كاركتر من اللي موجودين في الابليكيشن. طيب في سؤال تاني، افرض انا حملت الابليكيشن خلاص ورفعت الكاركتر بتاعي جواه، انا لسه هعمل كل الخطوات دي مرة تانية عشان احط الكاركتر بتاعتي جوه. انا ما صدقت ان ارفعها. طب ما فيش طريقة اعمل بيها الكاركتر اخليها اعطيله الاذونات من البداية من بره؟ اضغط على الابليكيشن ضغطة مطولة، وبعدين اختار تفاصيل الابليكيشن، وادخل على كلمة الأذونات، هتلاقيها موجودة عندك الأذونات بتاعة الابليكيشن. شايف الأذونات اللي فيها ايه؟ سماح. عطيله سماح للتخزين. شايفين مكتوبة فين؟ سماح. كده يبقى هو واخدها. بعدين الكاميرا عليها سماح، لو كانت رفض خليها سماح. وكمان الميكروفون لو هو رفض خليه سماح. يبقى دي أول طريقة يجيب فيها الأذونات. تمام؟ يبقى انا لازم اعطيها له. انا خلاص حملت التطبيق، انا مش همسحه واجيبه تاني. طيب فلنفترض ان انت لما بتضغط على التطبيق ضغطه مطوله ما بيظهرلكش كلمه التفاصيل دي، اجيبها منين؟ ادخل جوه للاعدادات بتاعه الموبايل. هنجيب الابليكيشن من جوه، هنزل تحت خالص ادور على مدير التطبيقات، اللي هو العلامه اللي بيكون فيها كل التطبيقات بتاعه الجهاز. عندي في الاخر خالص اللي هو التطبيقات اللي هي دي. دور على اي حاجه شبهها عندك في الجهاز. بعديها هختار الاذونات. انا هجيب الاذونات بتاعت الجهاز كله، عايز اشوف مين اللي عنده اذونات على الكاميرا ومين اللي عنده اذونات على كده. فانا عايزه اول حاجه اركز على 3 حاجات، التخزين والكاميرا والميكروفون. نبدا اول حاجه باول اذن عندنا، نشوف برنامج فيتيوب ستوديو من ضمنهم ولا لا. دي اول حاجه، خلينا ندور كده. ادا فيتيوب ستوديو، فيتيوب ستوديو طلع موجود منهم. حلو، يبقى هو واخد الاذن. طب لو ما كانش واخد وكان من ضمن الحاجات اللي مش واخد الاذن، هضغط عليه. فنفترض مثلا ضغطنا على اي حاجة، لو هو معمول رفض كده اعمله سماح. لو كان فيتيوب ستوديو مش من ضمن الحاجات اللي محطوطة ضمن السماح ومحطوطة ضمن الرفض، خليها سماح. ندخل الخطوة التانية على الكاميرا، احنا عايزين نديله الاذن في الكاميرا. نشوفه كده من ضمن الاذونات. فيتيوب ستوديو طلع واخد الاذن اهو في الكاميرا. طب لو ما كانش واخد الاذن، كان من ضمن الحاجات المرفوضة، هضغط عليه. ولكن مثلا ضغطنا على ده ونضغط بدل رفض تبقى سماح، يبقى انا كده اديت الاذن. اخر حاجة الميكروفون، هعمل نفس الشيء برضو. هشوف هل فيتيوب ستوديو ضمن الحاجات المسموح بيها. مسموح بيه فوق اهو. طب ولو كان من ضمن الحاجات المرفوضة اللي تحت، لا كنت هضغط عليه واضغط سماح.
يبقى انا عرفت كده ازاي اعطي للتطبيق الاذونات من غير ما اضطر ان امسحه واحمله تاني. انا ما صدقت ان احمل السكن فيه، فندخل على الابليكيشن من جوه، التطبيقات بتاعي من جوه، واحاول ان اعطيه الاذن. اتمنى كده تكون اول مشكله بالنسبه لنا اتحلت، اللي هي الخاصه بالكاميرا. الكاركتر ولا كانها شايفاني، انا لازم اعطيله الاذونات كلها كامله عشان خاطر يشوفني. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه، سايونارا.